البتراء إحدى عجائب العالم القديم، وهي مدينة تاريخية وأثرية تقع في محافظة معان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتشتهر بعمارتها المنحوتة في الصخور. سميت بالمدينة الوردية نسبة لألوان صخورها الملتوية. وتقع البتراء جنوب بلاد الشام، حيث منطقة وادي عربة وصحراء النقب. أسست البتراء حوالي عام 312 قبل الميلاد، وترجع أهميتها التاريخية لكونها كانت عاصمة لمملكة الأنباط، أي أنها كانت عاصمة لإحدى الحضارات التي قامت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام، فهي دليل على قيام حضارات لسكان من العرب ينتمون إلى شبه الجزيرة العربية. فالأنباط هم إحدى القبائل العربية التي أسست مملكة في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوب الشام، وكانت البتراء هي عاصمتهم والتي تقع على طريق الحرير القديم. فكانت البتراء تقع على مفترق الطرق للقوافل القادمة من شبه الجزيرة إلى الشام والهلال الخصيب ومصر وشمال إفريقيا. تبوأت البتراء مكانة مرموقة لسنوات طويلة، حيث كان لموقعها على طريق الحرير والمتوسط لحضارات بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر دورا كبيرا، جعل من دولة الأنباط تمسك بزمام التجارة بين حضارات هذه المناطق وسكانها. بقي موقع البتراء غير مكتشف للغرب طيلة الفترة العثمانية، حتى أعاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان لودفيج بيركهارت عام 1812. وقد أدرجت البتراء على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 1985، كما تم اختيارها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في عام 2007 ميلادي. يعود الفضل في بناء البتراء إلى الأنباط، إلا أنه قبل الأنباط كان يعيش في هذه المنطقة شعب يدعى الأدوميين، الذين كانوا في حالة عداء دائم مع الدول المجاورة لهم. وقد استوطن الأدوميون التلال المحيطة بالبتراء من 1200 قبل الميلاد حتى 539 قبل الميلاد، ولم يدخلوا البتراء بل فضلوا الإقامة على التلال المحيطة بها، ولم يكن لديهم إلمام أو اهتمام بالنحت أو البناء في الصخر، بل كانت براعتهم محصورة في صناعة الفخاريات التي يبدو أنهم نقلوها إلى العرب الأنباط فيما بعد، والذين استقروا في هذه المنطقة بعد هجرتهم من الجزيرة العربية في نهاية القرن السادس قبل الميلاد. لقد احتل الأدوميون جزءا هاما من المنطقة التي كانت عند تقاطع عدة طرق تجارية هامة، واستفادوا بشكل كبير من القوافل التجارية التي كانت تمر عبر طرقهم. ويعتقد بأن الأدوميين هزموا من قبل اليهود بقيادة الملك سليمان، الذين بسطوا سيطرتهم على هذه المنطقة لمدة 200 عام. بعد ذلك قام البابليين بغزو فلسطين، وأخذوا اليهود أسرى، وهو ما يعرف بالسبي البابلي. وبدأ الأدوميون الذين طردوا من المنطقة بالتحرك لإعادة احتلال الأراضي التي كانت فيما مضى خاضعة لسيطرتهم. ومع ذلك فقد تم اجتياح هذه المنطقة مرة أخرى، لكن هذه المرة من قبل الأنباط، وهم قبيلة بدوية ينحدرون من أصول عربية. تعايش الأنباط مع الأدوميين في حياة أكثر استقرارا. كانت البتراء هي عاصمة مملكة الأنباط العربية، والتي دامت ما بين عامي 400 قبل الميلاد حتى عام 106 ميلادي. وقد امتدت حدود مملكتهم من ساحل عسقلان في فلسطين غربا حتى صحراء الشام شرقا، ومن البحر الأحمر جنوبا حتى دمشق شمالا. وقد حقق الأنباط السيطرة التامة على المنطقة في حوالي عام 300 قبل الميلاد، وبدأوا في بناء عاصمة حضارية لمملكتهم. فقد اشتهر الأنباط ببراعتهم في بناء المساكن والمقابر المنحوتة في قلب الصخور والجبال. وفي حوالي القرن الأول قبل الميلاد، والذي كان يمثل أوج ازدهارهم الحضاري والسياسي، كان يعيش في البتراء على حسب اعتقاد المؤرخين حوالي 30,000 نسمة. وقد أنشأ الأنباط دولة أقرب إلى الديمقراطية في نظامها السياسي رغم كونها قائمة على نظام الحكم الملكي. يعتقد أن الأنباط كانوا يتحدثون لغة تشبه اللغة الآرامية، والتي تنتمي في أصولها إلى اللغات السامية، والتي خرجت مع هجرات القبائل من شبه الجزيرة العربية، وانتشرت في بلاد الشام مع هجرات قبائل مثل الكنعانيين. وانتشرت هذه اللهجات في فلسطين وبلاد الشام. ويعتقد أيضا أن الخط الأبجدي العربي نشأ في هذه المنطقة. كانت البتراء في عصر ازدهار مملكة الأنباط عاصمة ثقافية موازية للمدن الفينيقية واليونانية. كانت البتراء واحدة من الحضارات الضائعة والمنسية لفترات طويلة،
حتى تم تسليط الضوء عليها من جديد كأحد حضارات المنطقة العربية، والتي يجب عدم إغفالها تاريخيا. واليوم وقد أصبحت إحدى عجائب الدنيا، وقد أدرجت تحت مناطق التراث العالمي لليونسكو، فقد أصبحت تحظى بما تستحقه من اهتمام تاريخي، وهي اليوم من أهم الوجهات السياحية عالميا، ومن أجمل وأهم المواقع الأثرية بالمملكة الأردنية.